السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم تمام؟ احوالكم طيبه؟ كل شيء على ما يرام. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم جوج اطباق مع خبز، باش نقول لكم من اروع ما يكون. جوج اطباق مغربيه همويه. مهم يلا عرايض. البنات المبتدئات ولا اللي تتخاف كيفاش ما تعرفش كيفاش طيب اللحم ولا هذا، وحتى طريقه ديال غسيل الدجاج. مهم كلشي في هذا الفيديو غيكون شويه طويل، ولكن راه غتستافدوا بزاف. المهم اول حاجه غنبداو بها اللي هي غنغسلوا الدجاج ديالنا. من بعد ما كنجيبوه اكيد من عند مول الدجاج، كناخذوا بانيو ولا اللي توفر عندنا، تنحكوا سكينجبير خضر او سكينجبير طري. ولا ما توفرش عندكم، من الاحسن ما ديروش سكينجبير هذا يابس مطحون، بلا ما ديروه، ديروا غير المكونات الاخرى. ولا توفر عندكم ديروا. المهم كندير الدجاج، كنضيف الحامض. هنا درت تقريبا 3 الحامضات مقطعين، درت القليل من الخل، الملحه وبيكربونات الصودا. كنشد الحويمضه ديالنا، نلبسوا الليقات البنات، وكنبقى نفرط فيها هكا مزيان، كنحكى مزيان، نحيد فيها اللي كانت فيها شي شحيمه في الجناب، في الراس ديالها، في العنق ديالها، داك الجليده اللي تتكون عندها. المهم فرطوه مزيان. درت ليه واحد التحمحيمه، اش غنقول لكم، بحال داخل الحمام. من بعد ما حكيته مزيان اكيد بالحامض، كنخليه يترقد في هذا الماء. ضروري على الاقل يترقد واحد 3 سوايع. شوفوا كيفاش كنحيد له ديك الجليده ديالو، كاع دوك الجليدات اللي كيكونوا في العنق ولا في الداخل كنحيدوهم. صافي هنا تنغطيه وتنخليه يرتاح في هاد الميها ديالو. فكيبقى في هاد الميها ديالو تقريبا واحد 3 سوايع، ولا بغيتو تخليوه اكثر خليوه اكثر. المهم راه الحال بارد، قد ما خليتوه اكثر مزيان. من بعد 3 سوايع هنا عندنا ديك القطاعه ديال البطاطا. البنات ماشي الموس هذا، ديك اللي كتقطع تنقي لنا الخضره. فوالا هادي كتحيد كاع ديك الجلده اللي كتكون عندنا الفوق، هذيك الجلده الصفراء الا كانت كاينه. واخا كترقدوه مع الملحه وكتحكوه، هذا كيبقاو شي جليدات هكا. نتوما شوفوهم كيفاش كيبانوا بيضين. صافي كندور عليه هكا. ضروري البيطان ديالو، الرجيلات، كلشي وتهليت فيه. ولكن والله العظيم صدقوني شتي هاد الطريقه هادي غادي اشوف غتولي عندكم معتمده. الدجاج ما غتشمو فيه لا ريحه الزفوره لا والو. انا غنكمل معكم الطريقه كلها. المهم كنبقى على بهاد الطريقه حتى كنكملهم كاملين، خصوصا في الصدر وفي البيطان في الرجيلات. المهم تهليت فيه، يعني ما خليت فيه ولا نبيشه. فوالا من بعد ما كنكملهم كاملين، كنحيد هاد الماء. صافي هاد الماء ما كنبقاوش نخدموا به، كنحيدو وكناخذ ما نقي مباشره. كنحط الدجاج ديالنا هنا، غادي نغسلو 3 المرات تقريبا. انا غادي نوريكم. صافي كنبقى نغسل فيه غير بيديا، ما كاين دابا ديك الساعه لا حامض لا والو. كنبقى نحك مزيان. لا بانت ليا ثاني شي شحيمه زايده ولا هذا، حيت درنا الملحه. علاش كنعاود انا كنغسلو 3 المرات تقريبا، كنديرو 3 المرات. الرابعه صافي كنشلو غير في الروبيني وكنحيدو. صافي كنبقى بهاد الطريقه هادي حتى كنكملهم كاملين. غنوريكم خطوه بخطوه، خصوصا البنات اللي كتقول لك الدجاج كيكون فيه ريحه الزفوره ولا هذا على ضمانتي. يعني الا غسلتوه بهاد الطريقه وتبعتوا الخطوات اللي قلت لكم، اكيد غادي ينجح معكم. صافي هانتوما كتشوفوا واخا غسلناه في داك الماء الاول، شوفوا الماء الثاني كيدير. انا غادي نوريكم كل خطوه كنديرها، غادي يبقى معكم غادا بها. فوالا من بعد ما غسلنا في هذا الماء، غادي نحيدو من هذا الماء هذا، غادي نحطو يتسقطر، وغادي نجيب ما نقي. غادي نجيب ما اخر ثاني نقي. شوفوا هانتوما الشحمه، شوفوا الماء كيف داير. فوالا من بعد ما غادي نكملهم كاملين، غادي نجيب ثاني ما نقي اخر، وغادي نوضع فيه الدجاج ديالنا. فوالا ونبدا ثاني نقي. حاولوا ان كاع ديك الزفوره وكاع داك سميتو الملحه ما غتبقاش فيه نهائيا، مي غادي يبقى نقي. شوفوا تبارك الله غادي وتيبيض غادي. المهم هانتوما صافي لك علقتو هنايا. المهم كيف ما قلت لكم راه تهليت فيه. صافي غادي نكملهم ثاني كاملين، وغادي المره الاخيره غادي نغسلو وغادي نحطو يتصفى. صافي من بعد ما تخلصت من هذاك الماء، درت ما نقي. هذا هو الماء الاخر اللي غادي نغسلو فيه. صافي دابا هنا الدجاج ديالنا راه صباح جاهز، نقي ما فيه ولا غلطه. فوالا صافي كنغسلو. شوفوا تبارك الله الماء كيفاش كيكون نقي. هانتوما دابا في الاخير كيبان لكم ان الماء ما بقاش فيه ديك الحموريه ولا داك الدم ديال الدجاج ولا هذا. صافي كنغسلهم كاملين بهذه الطريقه هذه، وصافي وكنجبدهم لاله. قالوا لي البنات شافوه في الانستغرام، قال لي خاصو غير البينوار، ودرت له الصبا. يعني داك الشيء اللي خصو، اللي محتاج له درته. ولا صافي هنايا كنحطهم في الشبكه. شوفوا معايا من الداخل كي داير. كنحاول هذوك سميتو الجنيوحات ديالو كنربطهم ليه هكا، وصافي تنوقفوا في الشبيكات ونخليه يتسقطر على خاطرو. هنا بالنسبه لسميتو انا الدجاج دائما تنخليه على الاقل يتسقطر واحد 6 سوايع. 6 سوايع ولا بيتو ليله كامله. دابا ندوزو باش نوجدوا لا ماريناد ديال لي جاري دانيو. فوالا هنا خديت الثومه، سكينجبير، الخرقوم البلدي. بالنسبه للمقادير كله ما نخليهم لكم اسفل الفيديو. انا درت قصريه
المهم ديروا نتوما فاش ما باني ولا اللي توفر عندكم. زدت البزار مع الملحه ومع الزعفران شعره من بعد ما رقدته في الماء طيب من طبيعه الحال صافي. وكنخلط لا ماريناد ديالنا مزيان مزيان. كناخذ لي جاريدانيوم من بعد ما غسلناهم اكيد ضروري من اللحم تغسلوه صافي. وكنوضع تكات هكا ممكن ديروه ممكن ما ديروش. انا درت غير واحد شويه هكا بالموس صافي. وكنبدا نتبل فيهم هنا ضروري نتبلهم مزيان كلهم حتى كيتشربوا ليا هذيك لا ماريناد. وكنوضعهم حتى هما بوحديتهم تنبقى نتبلهم كاملين. ونصيحه اللي غادي نقول لكم بالنسبه لي جاريدانيو قد ما ولا اللحم الحمه بسميتو قد ما بقاو مرقدين في ديك التتبيله راه نقول لكم واحد البنه كتجي في اللحم رائعه. المهم هنا تقريبا بقاو واحد 3 سوايع رطبتهم. من بعد ما رطبتهم انا ما عنديش طنجره كبيره عندي غير هادو كناخذهم من ريستورون ديبو. درت زيت نباتيه مع زيت الزيتون البصله وكنحط لي جاريدانيو ديالنا. هانتوما هذه هزت ليا تقريبا 8 الحبات. كيف ما شفتوا اني ما درتش السمن في الاول غنديرو حتى لدابا يعني ما درتوش حيت ملي كديروا السمن كيبقى قابض لكم حيت السمن كيبغي السخونيه باش يلاه كيطيب باش يلاه كيذوب بليطو. فوالا هنا غادي ندير القرفه وغادي ندير نجمه ينسون. شوفوا انا طيبته على البوطه موالفه كندخلوه الفران. هاد الكونتينر كندخلوه الفران ولكن انا طيبته في البوطه. وهنا غنعطيكم لاستيوس باش كيجيكم اللحم لذيذ 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 بزاف. ماشي غادي نجيو وغادي نكبوا الماء ونخليوه يطيب لا كبينا الماء خليناه يطيب اين فوا غنكبوا عليه الماء كاع ديك التتبيله اللي درنا كلها غادي تمشي كلها غتمشي. هنا كيف ما شفتوا اني ما زدتش داك لاصوص اللي درنا فيها لا ماريناد. كنشد لي جاريدانيو اولا الشانكلام كنشدهم وكنبدا نقليهم يعني كنقليهم واخا انا شويه عذبوني هنا فيكو انا ما عنديش طنجره كبيره ولكن حاولت معاهم كنقلبهم بهذه الطريقه هذه حتى كنحس بهم بداو كيتحمروا ليا بحال كنقليو في اللحيمه ديالنا صافي. كنبقى نقلب. هانتوما غنقلب معكم هذه. شوفوا هاد فوالا بغيت هذيك الحموريه ديال اللحم. بلاتي تنقلب شي وحده باش تشوفوها مزيان. ديك الحموريه ديال اللحم اللي كيبان مقلي فوالا هذه ملي كيبان لكم داك اللحم مقلي عرفوا بلا ان هنا راه هذيك اللذه ديال ديك التتبيله كلها غتبقى في اللحيمه. واخا زعما بقى تقريبا واحد 4 سوايع ولا 5 متبل من الاحسن قليو ماشي تجيو تكبوا عليه الماء وتخليوه تنصبوا باش تهنوا منه. غادي ياخذ منكم شويه د الوقت اكيد ولكن راه غادي يفرق في الطياب راه غادي يجيكم لذيذ. وغادي تشكروني على هاد لاستيس وحق الله العظيم يعني انا هذه كانت كديرها عمتي الله يذكرها بالخير وحتى ماما. فوالا هنا عاد زدت لاصوص كتشوفوا ديك لا ماريناد سميتو عاد زدتها. وهنا خديت واحد 2 برتقالات حكيتهم وخديت غير القشور ديالهم. زدت الماء وحتى يغطي ليا لامشانك وغادي نغطيه. فوالا هذه هي الغطا ديالو خليته تيطيب على عافيه مهيله. وغير الاشاره ما تزيدوش في البوطه خليوه يطيب على عافيه مهيله. وغياخذ تقريبا على حساب لا كانوا كبار شويه غياخذ واحد 2 حتى 3 سوايع. فوالا ندوزو باش نصوبوا لا ماريناد ديال الدجاج. خديت هنايا الحامض مصير يعني حامضه كامله بالقشور ديالها طحنتها. ضفت الثومه ضفت السمن. وهنا غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل كلهم غادي نخلي لكم المقادير كلها غنخليها لكم اسفل الفيديو. مباشره من بعد ما ضفت التوابل هنا خديت الضويمه ديال الزعفران حكيتها زعما هذه اسهل طريقه البنات تجربوها بلا ما تضركم في يديكم هذيك الضويمه ديال الزعفران حكوها في الحكاكه وتفكروني صافي. ودرت الزعفران شعره. هنا ما كندير لا ربيع لا والو في الدجاج. المهم عندي تقريبا شي 5 طرق ديال الدجاج كل مره نعطيكم وحده. فوالا كنخلط لا مارينات ديالنا مزيان مزيان وناخذ الدجاجات ديالنا. درت واحد 2 تقيبات من الفوق ومن التحت يعني في الصدر وفي سميتو في الكتيفات ديالو. وكنبدا نتبل فيهم يعني نلبس دوك الدجاجات بهذيك التتبيله. كنبقاو بحال هكا حتى كنكملهم كاملين. وهنا حتى الدجاج قد ما رقدته وخليته يبات ليله كامله ولا على الاقل واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع راه غادي يفرق لكم. هو مغسول ديجا مغسول مزيان. وملي كتبلو كتعطيوه الوقت الكافي اللي غادي تشرب مع هذيك التتبيله. ثاني حاجه اخرى كتجي ولا اروع. ولا كنكملهم كاملين وكنبقى على هذا المنوال حتى كنكملهم كاملين وكنخليهم يرتاحوا. كناخذ الطنجره ديالنا كندير البصله جوانح هكا كندير تقريبا غير 2 بصيلات ما كنكثرش البصله. وهنا زعما بغيت نطيبهم على 2 مرات. خديت هاد الطنجره هذه ولكن هانتوما انا غادي نكمل معكم عاد نقول لكم راه بدلتها. المهم درت هنا 3 جاتني شويه مضيقه. زدت هذيك لا ماريناد وضفت زيت الزيتون مع زيت نباتيه. درت الكثير من زيت الزيتون والقليل من الزيت النباتيه صافي. وتنخليه في سميتو يتقلى شويه. انا ملي جاتني هذيك مضيقه درتو في الكوكوط قليته شويه ودرتو في الكوكوط بهذه الطريقه ولكن حطيت شوف كيفاش حطيته واقف. زدت تعويضات ديال القرفه
خليته كيطيب حتى هو على عافيه مهيله. هنا شوفوا ما كتحيدش ديك الجلده، كتبقى ديك الجليده ديالو، شوفوا ديك الجليده ديالو كتبقى هي صافي. تنخليهم من بعد ما تيطيبوا كنحيدهم وكناخذ المريقه ديالنا كنضيف ليها البصله شرائح. وهنا ما تخافوش واخا كتبان لكم لاصوص كثيره زعما، راه ضروري هنا تجهدوا العافيه مزيان ونخليو حتى كطيح معنا البصيله، ومن بعد عاد كنقصوا العافيه وكنخليوها تشرب. اكيد غتاخذ لكم الوقت ولكن صدقوني كتفرق، كتجي ولا اروع. وندوزو نشوفوا اللامشانك ديالنا. شوفوا تبارك الله كيفاش طابوا، هانتوما راه العافيه على الماء. شوفوا كيفاش كتبقبقي بشي شويه. فوالا كنقلبهم حتى هما شويه بحال هكا، نقدر نقلبهم بعد نوبات غير بيديا. ملي كيطيبوا كنحيدهم صافي. هنا راه واقفين ما طايبينش بزاف، لاحظتوا انهم ما تفرتوش، ما طابوش بزاف تتفرتوا، راه طايبين ولكن باقيين شادين شويه. غادي نحاول ان هذاك الماء اللي كتشوفوا فيه غادي نصفيه، غادي ناخذو غنصفيه باش كاع عندنا كاع دوك الشوائب اللي عندنا يتحيدوا. هنا ما جبتش الصفايه الكبيره، جبت غير هذه، قلبت عليها ما لقيتهاش، كتوقع لنا كاملين صافي. وبقيت كنصفي هذيك لاصوص حتى كنصفيها كاملين وكنحيد هذاك ينسو النجمه، ديك القريفه، اي حاجه بقات عندي الفوق في الشوائب كنحيدها. كنبقى على هذه الطريقه حتى كنكمل لاصوص ديالنا كامله صافي. من بعد ما كنكملها كناخذ الطنجره ديالي هذه، ما غنقولش حيت نتوما تبارك الله تقدر تكون عندكم الطنجره، انا ما عنديش، ما توفرتش عندي الطنجره. خديت هذاك الكونتينر ديال الحديد اللي كيطيب في الفران، انا طيبته في البوطه صافي. ودرت لاصوص ديالنا وغادي نرجع هذوك لامشانك او لي جاري دانيو، غادي نرجعهم. هانتوما كتشوفوا فيهم واقفين، يعني ما سميتو طيبين وواقفين، يعني باقي هما باقي خصهم شي شويه ديال الطياب، ولكن من الاحسن ديروا هذه الطريقه بحال هكا، ما طيبوش بزاف، ما تجهدوش عليهم العافيه وخليوهم يطيبوا على مهلهم. راكم عارفين غير كتغفلوا على الحاجه يا اما تلصق لك يا اما تحرق لك، ولا تحرقات لك الحاجه ما كتبقى فيها لا بنه لا سر لا ملحه. ولا هنا خديت النقاص ولا البعويد ولا الاجاس ولا كيف ما سميتوه، ودرت له هنا ضروري درت له قاعده باش علاش يوقف. المهم اللي توفر عندكم البعويد وتقدروا ديروا حتى التفاح، دابا ان شاء الله نجي نهار نشارك معكم طبق بالتفاح صافي. هنا خديته درته في الطنجره ديالنا، درت عليه الماء، غندير له فاني بزهره البرتقال والسكر، كميه ديال السكر. كنخليه هنا كنبعد على ما يغلى مزيان، كنخليه حتى كيطيب معنا مزيان مزيان، وابخي كنقص العافيه ونخليه كيطيب على خاطرو. فوالا اللامشانك ديالنا ولا لي جاري دانيو ها هما طابو. اش نقول لكم، شوفوا معايا هانتوما غير كندفع المريقه هكا كنهز اللاطه ما لاصقين ما والو، وواقفه عندي تبارك الله المريقه. فوالا هنا غادي ندير شويه ديال العسل، قليل من العسل، ونخليهم يا شويه يتحمروا لي، ما كندخلهمش الفران. فوالا هنا الدغميره بدات قربت توقف معنا، واخا كتعذب واش نقول لكم، ولكن يستحق ان نوقفوا على الدغميره تتوقف، ماشي مشكل. فوالا كنحيدوا دوك العويدات ديال القرفه وكندير لا برانسيس ديال لي زيبيس. هذه كتجي زوينه، كتعطي واحد اللذه في الاخر. دابا نخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف. هنا ضفت لي غونديل ديال الحامض، ودرت القليل من العسل غير باش تعطيني داك اللون. بغيتو تستغناو عليه ممكن ما ديروش، ممكن ديروا غير راس معلقه ديال السكر. وانا عارفه هاد الخطوه ديال الدجاج هي من اصعب الخطوات. انا بعدا وحق الله العظيم كتاخذ مني عناء، يعني خصك تبقاي ديما واقفه عليها. كنخليها هنا، المهم كنجهد العافيه، كنخليها طيب مزيان حتى كطيب ديك البصيله. البنات العافيه كنجهدوها غير في الاول، ملي كتغلى معنا البصيله صافي وكتبدا تتوقف معنا، خصنا نكون عافيه متوسطه. فوالا النقاص ديالنا من بعد ما وجد هنا ضفت له شويه ديال الزبده حتى شربات ديك المريقه شفتوها، ودرت القليل من عصير الحامض صافي ونخليه تيتعسل مزيان. هنا خديت الاورانج، غادي ندير الاورانج كونفي، خديته من بعد ما قطعته دي رونديل، غادي نديرو في الطنجره يغي تسلق، طلع مع الغليه، يتحيد منه ديك المروره ديال الجلده، وغادي نحيدو غادي نوضعو جانبا. وهذاك الماء ما غاديش نخدم به، هذاك الماء راه فيه المروره ديال ديك الجلده، وما تعسلوش بداك الماء، يعني ما تقولوش لا غادي نعسلو باش نزرب. من الاحسن حاولوا انكم ديروا شي حاجه اللي تكون واخا تاخذ منكم شي الوقت ماشي مشكل. من بعد ما حيدته هنا خديت السكر، يعني الكميه ديال السكر اكثر من الكميه ديال الماء، يعني بحال درنا كاس ديال الماء، كاس ديال الماء نديرو 2 كيسان ديال السكر صافي، وكنرجعو يتعسل. كنجهد البوطه المره الاولى، ماشي تجهدوا البوطه وتمشيو تخليو، وابخي كنقصها. شوفوا معايا كيفاش غادي يتعسل، ها نتوما كتبدا تطلع ديك سميتو ديك الكشكوشه كنقولوا هكا، يعني راه هنا بدا غيتعسل معنا. انا غادي نحيد واحد الوحيده وتشوفوها. من بعد ما غادي يتعسل غادي نحطو مباشره في بابي كويسون. بناتي انا غادي نوريكم من بعد ما تعسل معنا. شوفوا ما تحرق ما والو، بقى عندنا داك اللون زوين، وحتى السيرو اللي عسلناه فيه بقى ابيض، يعني ما بقى ماشي تبدل اللون ديالو. ممكن تشريو جاهز وممكن تستغناو عليه، يعني الا بغيتو تشريو جاهز راه كيتوفر جاهز، وممكن تستغناو عليه ممكن ما ديروش
حتى يعني ماشي ما غاديش يفرق مع الطبق، ولكن كيعطي واحد المنظر زوين. فوالا من بعد ما تسلق هانتوما كتشوفوا حيدتو، وهنا قد ما نشف قد ما مزيان. فوالا هنا غناخد الشريحه، من بعد ما غادي نحيد ليها هذاك ديك النباته ديالها اللي كتكون شويه قاصحه بالمقص، وغادي نضيف عليها الماء طايب ونخليها واحد 10 دقائق على ما ترخات معنا ويهبط منها، لكن فيها شي وساخ ولا شي حاجه نعاودو نغسلوها ونمسحوها مزيان. ومن بعد كنصفيها من داك الماء وكنبدا نخدم فيها بهذه الطريقه هذه صافي، وكنبقى نحلها بهذه الطريقه هذه، يعني كنحاول اني نضغط في الوسط بحال كنجوفها صافي. كنكملهم كاملين بحال هكا وندوزو دابا باش نعسلوها. كان في كاسرونه كناخذوا القليل من الماء وكنوضع الشريحه ديالنا، يعني كنستفها. هنا ما درتش الكميه كثيره، ديروا غير القياس صافي. كنوضع بهذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين. غادي نضيف ينسو النجمه، القليل من السكر، الكثير من السكر القليل من القرفه يعني شوفوا ما ديوش عليا القليل من السكر والكثير من القرفه صافي. ودرت هنايا فاني بزهره البرتقال، وكنخليو تتعسل على خاطرها. ندوزو باش نوجدوا خبيزات ديال الشوفان كيجيو رائعين. فوالا كناخذوا الشوفان كنضيفوا له الماء طيب، يعني الماء مغلي، وكنغطيه ونخليه يرتاح. في قصريه كناخذوا السميد الناعم، كنضيفوا له معلقه السكر، لو ممكن ديروا العسل، قليل من الملح، الخميره، وكنديروا زيت نباتيه. هنا غادي نشوفوا الشوفان ديالنا من بعد 10 دقائق. غادي نطحنوه بالبغا ميكسور، يعني غنطحنوه مزيان حتى كيولي معنا بيوري. البنات بالنسبه للشوفان ممكن ما تقدروا ما ديروش في الماء طيب، ممكن غير تطحنوه وتعجنوا به هاد الخبيزات، ولكن هكا كيفرق. من بعد ما كنطحنوه كنضيفوه مباشره على السميد ديالنا صافي. وكنضيف الكميه ديال الماء، حيت انا هاد شتو كيفاش دابا عقاد معايا ما غاديش يعجن ليا. غادي نضيف الكميه ديال الماء، غير ما تكثروش الماء بزاف، يعني الماء حيت مازال السميده تشرب صافي. غادي نحاول اني نلبسو مزيان بالماء ونغطيه ونخليه يرتاح المره الثانيه. هنا خليته تقريبا واحد 15 دقيقه، عاد جيت كنعجنو. وللاشاره فقط هنا الكميه ديال الماء على حسب الجوده ديال الدقيق. نقدر انا ندير الكميه ديال الماء، ولكن تقدر يكون الدقيق كيختلف من بلاصه لبلاصه. يقدر يكون الدقيق اللي عندكم هذا غير ما تكثروش الماء، سميتو تكون شويه العجين مرخوفه ولكن ما تكونش جاريه بزاف صافي. من بعد ما يرتاح لينا غادي نبدا نخدم فيه بهذه الطريقه. المهم البنات من الاحسن خدموه في العجانه، حيت غادي يعذبكم بيديكم هكا. انا خدمته شويه هكا وعاود خديت درتو في العجانه، واخا كيبان لكم مرخوف بزاف راه دغيا كيتجمع، راه السميد كتشربوا، ولكن ثاني على حسب الجوده ديال الدقيق. علاش كنقول لكم ما تكثروش في الاول الماء، مي انا داكشي اللي درت الكميه ديال الماء اللي درت كفاتني صافي. من بعد ما عجنت العجين ديالنا كتشوفوا تبارك الله العجين كيكون فلافي، كيكون مرخي بزاف. درت القليل من زيت نباتيه وغادي نبدا نشكلهم بهذه الطريقه على شكل مشات القياس اللي بغيتو. بغيتو ديرهم كبار ديرهم كبار، بغيتو ديرهم صغار ديرهم صغار، المهم القياس اللي بغيتو نتوما صافي. من بعد ما كنكملهم حاولوا تباعدوهم شويه، ما تقربوهمش لبعضياتهم حيت مازال غادي نقرصهم شويه صافي. كندير لهم هنا القليل من الماء وكنبسطهم شويه كما كتشوفوا، ومباشره غادي ناخذ الدقيق وغادي ندوزو شويه في الباسوار ونحط مباشره فوق من الخبيزات ديالنا. ممكن ديروا الدقيق، ممكن كاع ديروا غير السميده بلا ما ديروا الماء، ولكن حتى هاد الديكور كيجي غزال. واخا زعما انا ما كنديروش بزاف، ولكن كيجي زوين حتى هو كيغير. هنا خديت الشفره وبديت تنقطعهم بهذه الطريقه هذه، يعني تنشكل علامه زائد، كيتشكلوهم كيف ما بغيتو صافي. ونخليهم يختمروا. من بعد ما كيختمروا كنكون سخنا الفران على درجه الحراره 500 فرنايت او 450 اللي هي غتكون 220 ولا 230 سلسيوس صافي. شوفوا الخبيزات تبارك الله كيجيو رائعين، وحتى الرائحه يا سلام. المهم الشريحه ديالنا من بعد ما تعسلات كنعاودوا نجوفوها وكنحطوا وسط منها الكركاع. هنا غادي ندخلها للفران شويه صافي. كنكملهم كلهم بهذه الطريقه هذه صافي. انا غادي نديرهم هنا في الغامكه، ممكن نديرهم في لاطه صغيره. انا حيت الغامكه كتجيني مع حتى نديروا منهم العسل، من الاحسن درتهم في شي حاجه ديال الزاج. وغناخذ هذيك العسيله ديالهم وغادي نوضع عليهم وندخلهم الفران مده 10 دقائق غير باش يزيدوا يتعسلوا لنا. فوالا الدجاج ديالنا من بعد ما طاب لينا خدينا ديك الزويته ديال سميتو ديال الدغميره
خدينا غير الزويته ما غندهنوا لا بسم الله والو، ديك الزويته راه فيها كافيه فيها كل شيء، وكتخليه رطب يعني وصافي، وندخلوا الفران يتحمر. هنا لي جاري دانيو لا مشاك ها هما واجدين معنا كنحطوهم. شوفوا في التزيين زينوا كيف ما بغيتوا، الطريقه اللي بغيتوا نتوما زينوا بها. هنا خدت اوراق الذهب زينت بها. المهم اي حاجه توفرت عندكم، ما توفرش اوراق الذهب ممكن تستغناو عليهم. المهم اللي توفر عندكم والتزيين كيرجع لكم. انا كنعطيكم غير افكار وانتم لا تقدروا تبدعوا. ولا انا خديت داك الاورانج كونفي ودرت وسط منه شريحه مع القرقاع، جا حتى هو واحد المنظر. زينت بالبعويد اللي كنا عسلنا مع بعض، وجا طبق شنقول لكم غزال وهماوي وواحد الرائحه يا سلام. وحتى الدجاج حتى هو زينته بهذه الطريقه. المهم نتوما تزين كيف ما بغيتوا تزينوا زينوا. انا زينت بطريقتي. هادو خبيزات ماشي هما اللي شاركت معاكم، هادو وحدين اخرين كانوا عندي ديجا مع كنت عاجنه الخبز بالزيت. وفوالا هذا هو الاطباق اللي درنا اليوم. الطريقه اللي عطيتكم ديال الدجاج فعلا طريقه غزاله، وصدقوني ان ما عمركم ما غتشموا ريحه الزفوره في الدجاج. هذا الخبز تا هو ان شاء الله غنشاركو معاكم. وفوالا هادو هما الاطباق ديالنا. وحتى اللحم كيجي روعه، كيجي لذيذ هماوي. واخا تكوني اول مره غادي تتعلمي الطيبي، غير ما تجهدوش البوطه. نعطيكم لي زاستيس اللي انا زعما اللي غادي ينفعوكم. ما تجهدوش البوطه سواء على اللحم سواء على الدجاج. طريقه ديال الطياب ديال الدجاج طيبوه بالواق في هذه المره ان شاء الله نشارك معكم. حتى لا ديكو ديال الدجاج بالحق طريقه راه سهله يعني. راه حطيت غير التغميره من الفوق، وحطيت الحامض هكا قطعته. الحامض مصير درت كانوا عندي صغار، درت فيه الهريسه الحمراء والهريسه الخضراء ومزيودات ديال الفلفله حمراء وخضراء وشويه ديال الربيع. يعني كيجي طبق ديال النخوه وهذا، ويحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم في الاعياد ديالكم فيما بغيتوا. ولهنا الفيديو تيتسالى. كان فيديو طويل ولكن كان فيه شرح زعما اللي غادي نقول لكم والله عطيته لكم بكل حب. تنتمنى تجربوا واخا غير بالدجاجه. ان شاء الله مره اخرى نعطيكم فكره غير بالدجاجه. لا بغيتوا نتوما الوصفات غير بالدجاجه ولا بكيلو ديال اللحم، خليوها لي في التعاليق ولا اي حاجه طلبوها ماشي مشكل، نقدروا نوجدها مع بعض. وحاجه اخرى اللي بغيت نوصيكم عليها البنات، ضروري ما تنظموا وقتكم. بحال عندنا عراضه من هنا واحد يومين، نحاولوا اننا نغسلوا الدجاج نقادو. ضروري نتبلوا نهار قبل، فهمتوا؟ وجدوا دريسيو لي طابل ديالكم نهار قبل، يعني تنوضوا الصباح تلقاو كل شيء موجود. يعني غير تنصبوا باش نتوما يبقى لكم وقيت راسكم، يعني يكون الطبق في ابها حله وتنتي تكوني في ابها حله. المهم هذه خارجه على لاغوسات، ولكن بغيت نعطيكم هاد لاستيس حتى انا كنستعملها. والو لهنا الفيديو ديالنا تيتسالى. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. ولا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش انك تفعل الجرس وتشترك معنا في القناه. دمتم في رعايه الله، للملتقى ان شاء الله.